السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بوصفاتي الجديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بلح الشام. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هياخد معاكي وقت، طريقة ناجحة جدا. يلا بينا ندخل على المقادير. أول حاجة هعمل الشربات. معايا كوبايتين من السكر، معايا كوباية مية، ومعايا عصير ليمونة وفانيليا. هرفع الخليط ده على النار. بعد ما الخليط يغلي شوية هنزل عليه بعصير الليمونة. هحط عسل الجلوكوز الأول وبعدين رشة الفانيليا في الآخر. خلاص كده، خلاص الشربات خلص. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم 3 معالق دقيق سميد ومعلقة كبيرة من النشا ورشة ملح. هقلب الخليط الجاف ده مع بعضه وهركنه على جنب. معايا 4 حبات من البيض، هديهم معلقة خل كبيرة ورشة فانيليا. برضه هركنه تاني. معايا حلة ستانلس هنزل فيها بكوبايتين من المية ونص كوباية من الزيت ومعلقة سكر. هرفع الخليط ده على النار. اهم حاجة يدوب يغلي بس، وبسرعة احط الخليط ده ما خليهوش يتبخر. خليط هنزله. هنزل بكوبايتين ونص من الدقيق وعليهم السميد والنشا. هقلب كويس جدا لحد ما العجينة تعمل معايا قشرة. يفضل طبعا في حلة ستانلس. اهم حاجة في حلة ستانلس العجين عشان عشان العجينة تبان قصادي لازم يعمل قشرة معايا، والدقيق كله لازم يختفي. تحس ان العجينة استوت جدا كده. تمام، افضل اقلب. معلش هياخد معايا وقت شوية، بس الخطوة دي مهمة جدا. خلاص شلت الخليط اهو معايا استوى زي ما انتوا شايفين. هسيبه يبرد وابدأ احطه في العجان، اقلب شوية كده. وبعد كده بقى هبدأ انزل بالبيض معايا طبعا 4 حبات من البيض. هنزل بواحدة واستنى شوية لحد ما تختفي وهنزل بالتانية. طبعا انا حاطة الخل وحاطة الفانيليا على البيض. هنزل بالتانية لحد ما الخليط يختفي. هنزل بالتالتة لحد برضو ما الخليط يختفي. هنزل بالرابعة. والخطوة دي مهمة جدا. لو انا ما عنديش عجان اعمل بالمضرب الكهربائي، لو ما عنديش مضرب كهربائي هشتغل بايدي، ومعلش هتتعب شوية المرحلة دي. خلاص كده الخليط خلص، اتعجن كويس جدا. معايا البلبلة ومعايا الكيس الحراري. هبدأ اقص الكيس واظبط البلبلة عليه. معايا بقى طاسة فيها زيت غزير ويكون الزيت بارد، وابدأ اقطع بلح الشام بالحجم اللي تحبيه. اي حجم انت عايزاه قطعي البلح الشام على قده بالظبط. خلاص كده تمام. هبدأ ارفع الخليط ده على النار. النار بتاعته تكون متوسطة. مش هقلب غير لما بلح الشام ياخد معايا لون عشان ما يعجنش معايا. هبدأ اقلبه. بدأ ياخد معايا لون بسيط كده. هبدأ اقلبه. اهم حاجة ما اقلبش غير لما ياخد لون من تحت عشان ما يعجنش معايا والتشكيلة بتاعت بلح الشام تبوظ معايا. شوفوا اللون اللي انا المفروض اطلع بيه. بصوا اللون ذهبي جدا ما شاء الله، تحفة. ما تأخرش اكتر من كده. القلية التانية بقى لازم الزيت يبرد جدا جدا معايا كأني لسه منزلاه من الازازة بالظبط. لازم يكون بارد جدا. وابدأ اقطعه للمرة التانية وابدأ ارفعه على النار، والنار برضو تكون متوسطة. واستنى لما ياخد لون معايا من تحت وابدأ اقلبه تاني. خلاص كده دي تاني مرة. المقدار اللي انتوا شايفينه ده من كوبايتين ونص دقيق. شوفوا طلع معايا ما شاء الله كمية عاملة ازاي. خلاص معايا الشربات بقى بارد. لو انا عايزة بلح الشام يكون معسل قوي وسكره زيادة
اول ما ينزل بلح الشام اجيبه من على النار احطه في الشربات على طول. طيب لو انا عايزه السكر بتاعه اقل شويه، استنى لما بلح الشام يبدا يهدى وبعد كده بحطه في الشربات، هيكون سكره اقل. هنا بفتح بلح الشام زي ما انتوا شايفين معايا بالسكينه كده، وببدا احشيه عندي كريم شانتيه. بعد الكريم الشانتيه تقدري لو عندك مكسرات ترشيها على الوش، او تحطي صوص شوكولاته زي ما انا عملت. دي المره التانية استنيت لما يبرد شويه، وبعد كده حطيته في الشربات لان انا ما كنتش حابه سكر يكون زياده، عملت شويه كده وشويه كده. خلاص ده اللي انا حشيته بالكريم شانتيه، وحطيت عليه شوكولاته من بره، تقدري تحطي مكسرات. وده بلح الشام الساده. كده خلاص وصفتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.